السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بطلاب الصف الرابع الابتدائي، أهلا وسهلا بحبايبي في كل مكان. أنا مس يمنى وهحل معاكم أسئلة على الدرس الخامس والأخير لمفهوم التكيف والبقاء. أولا السنة رابعة معانا السؤال الأول وهو بيقولك اختر الإجابة الصحيحة. أول سؤال أو أول نقطة رقم 1 بيقولك يدمر نقط الرئتين ويسبب العديد من الأمراض. هل الغذاء اللي هيدمرنا؟ التنفس، زراعة الأشجار، تلوث الهواء؟ طبعا يا ولاد تلوث الهواء ده هو اللي هيدمر الرئتين، لأن ده بسبب عوادم السيارات وكمان دخان المصانع، فده اللي هيسبب لنا أمراض زي أمراض الصدر اللي هي تليف الرئتين وأمراض القلب. 2 يتنفس الإنسان والبرمائيات غاز الأكسجين عن طريق الرئتين ولا الجلد ولا الخياشيم ولا القلب؟ طبعا الإنسان والبرمائيات معنى كده إن هي اللي بتعيش على اليابس أو على الأرض، يبقى لما بتعيش على اليابس أو على الأرض بيتنفسوا عن طريق الرئتين، لكن لو البرمائيات بتعيش في المية بتتنفس عن طريق الجلد. من أمثلة البرمائيات نقط: هل الضفادع، السحالي، القرود، البطاريق؟ طبعا من أمثلة البرمائيات يا ولاد الضفادع، منها الضفدع المصري اللي هو الضفدع الطيني والضفدع السلمندار. تمام. تاني رابع سؤال معانا: يمكن الإنسان استعادة النظام البيئي عن طريق إيه بقى؟ هل تجريف التربة ولا إعادة زراعة الغابات ولا بناء مجتمعات عمرانية جديدة ولا جميع مما سبق؟ طبعا إحنا عايزين نعود للنظام البيئي كما هو كان عليه قبل ما الإنسان يتدخل ويدمرها لي، فالإنسان دمر لي عن طريق إن هو عمل إزالة للغابات، فعشان يرجعها لي تاني فلا بد إن هو يعيد زراعة الغابات مرة أخرى. طيب أكمل العبارات الآتية. أول نقطة فيها بيقول لي: من التغيرات البشرية في النظام البيئي هل هي الفيضانات ولا قطع الأشجار؟ من التغيرات البشرية اللي بتضر بالبيئة طبعا قطع الأشجار اللي هي الغابات. من أمثلة التكيف التركيبي لدى البرمائيات التنفس عن طريق، قلنا ان هي بتتنفس في المية عن طريق الجلد، برافو، لكن اللي بتتنفس في المية عن طريق الخياشيم هي الاسماك. يؤدي تلوث المية الى نقط في بعض انواع الضفادع. طبعا تلوث المية دي حاجة مضرة قوي للضفادع، لان الضفادع دي بتعيش في بيئات رطبة زي برك المية والمستنقعات وجداول المياه، فطبعا بتعيش في الغابات المطيرة مش المستنقعات، فطبعا لما بتتلوث وهي حساسة جدا للملوثات فبيؤدي إلى انقراضها. طيب إعادة زراعة أشجار الغابات التي أزيلت ده هتؤثر سلبا ولا هتؤدي لاستعادة النظام البيئي؟ طبعا الكلام ده هيؤدي إلى استعادة النظام البيئي إلى ما كان عليه من قبل، عشان يرجع للنظام البيئي متوازن تاني من الأول. بقولك ضع علامة صح أو علامة غلط أمام العبارات الآتية. أول سؤال بيقولك إزالة الغابات من الأنشطة الإيجابية للإنسان على البيئة. أنا لما أشيل الغابة دي حاجة إيجابية؟ طبعا الإجابة هنا غلط، دي نشاط سلبي للإنسان على البيئة، لأن ده هيسبب لي ان النباتات والحيوانات هتسيب المكان ده وتروح لمكان نظام بيئي تاني وهكذا. تاني حاجة بيقولي يؤدي تلوث التربة والمجاري المائية الى انتقال الحيوانات الى نظام بيئي اخر يلبي احتياجاتها ويساعد على البقاء. طبعا الإجابة هنا يا ولاد صح، لأن تلوث التربة ومجاري المية ده هيخلي النباتات والحيوانات تسيب المكان اللي هي عايشة فيه وتروح مكان تاني يساعدها إن هي تبقى وتفضل على قيد الحياة. يمكن استعادة النظام البيئي لطبيعته عن طريق التخلص من التلوث. طبعا صح، احنا عايزين نتخلص من التلوث اللي الهواء والمية، فاحنا لو تخلصنا منه طبعا ده واحدة من طرق اللي احنا نستعيد بها النظام البيئي بتاعنا إلى طبيعته مرة تانية، لأن حصل تلوث هواء عن طريق عوادم السيارات ودخان المصانع، وتلوث المياه عن طريق إلقاء المخلفات والمواد الضارة فيها. طيب يغطي قسم البرمائيات جلد يسمح بمرور المياه والغذاء من خلاله. أيوة الجلد ده يا ولاد بيسمح إن المياه تعدي للبرمائيات من خلاله والغاز كمان. يمكن للضفادع التنفس من خلال الرئتين. أيوة الضفادع بتتنفس عن طريق الرئتين لو هي عايشة على الأرض على اليابس، لكن بتتنفس عن طريق الجلد لو هي عايشة فين؟ في المية. أسئلة متنوعة بيقول لي أذكر الطرق التي يمكن من خلالها إنقاذ البرمائيات
من الانقراض. طبعا العلماء درسوا وقعدوا يدرسوا وعملوا حاجة تحت مفهوم إنقاذ البرمائيات. فهم عملوا ايه؟ أول حاجة عملوا إيواء عدد قليل من الضفادع من جميع الأنواع المحلية المهددة بالانقراض. وتاني حاجة درسوا سبب اختفاء الأنواع دي، ودرسوا كيفية ازاي الأنواع الحيوانات دي بتتفاعل مع البيئة وايه سبب اختفائها. ماذا يحدث عند تعرض الإنسان لمستويات عالية من التلوث لفترة زمنية طويلة؟ طبعا لما الإنسان هيتعرض لتلوث لفترة طويلة هيؤدي إلى صعوبة في التنفس وهيصاب بأمراض الصدر مثل تليف الرئتين وأمراض القلب. وبس كده يا يا رابعة. دي كانت الأسئلة بتاعتنا على الدرس الخامس والأخير من المفهوم الأول اللي هو بتاع التكيف والبقاء. واللي وصل لنهاية الفيديو ما ينساش تصلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. وكمان ما تنساش إن أنت تحط لي اللايك وتعمل لي سبسكرايب في القناة وتشارك الفيديو ده مع أصحابك. وفي رعاية الله وحفظه. باي باي.